السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة احلى واسهل بيتي فور هتعمليه في حياتك ان شاء الله، كده تتحدي بيه اكبر المحلات، وده عن تجارب سنين. بيتي فور هش ودايب هنعمله مع بعض بقى بدون ماكينة وباسهل طريقة تشكيل بجد ممكن تتخيليها. عايزة اقولك البيتي فور حرفيا مفيهوش ولا غلطة. يعني الناس بقى اللي بتاكل البيتي فور من بره علشان طعمه مش بيطلع مظبوط معاهم، انا متأكدة بعد الطريقة دي وكمان طريقة التشكيل السهلة والبسيطة جدا، خصوصا للناس اللي مش بتعرف تستخدم بقى القمع والماكينة، ان شاء الله مش هتشتروا البيتي فور من بره تاني، علشان اللي هنعمله في البيت هيطلع احلى واطعم بكتير. ده غير بقى الكمية، اللهم بارك. اهم حاجة بقى تابعوا الفيديو للاخر وشوفوا كل التفاصيل، وان شاء الله تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم. لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني. وتعالوا بقى نسمي ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم امي واموات المسلمين يا رب العالمين. ونبدا بسم الله. اول حاجه معايا كده قالب زبده فيرن هستخدمه النهارده معاكم في البيتي فور، وينفع كمان السمنه. هوزنه معاكم بقى بالجرام، وهاخد منه كده 750 اللي هو كيلو الا ربع من الزبده. حاولوا توزنوا الزبده بتاعتكم او السمنه علشان البيتي فور ونواعم العيد بتكون حساسه شويه، فالافضل فيها طبعا استخدام الميزان. يعني حتى لو هتوزني عند اقرب بقال في حال طبعا مش متوفر عندك ميزان. الزبدة اللي هستخدمها بتكون طرية جدا جدا بدرجة حرارة المطبخ، ولو هتستخدمي سمنة هتبقى يعني بنفس الميزان، ولكن تكون جوه التلاجة وتطلعيها بقى ساقعة وتشتغلي فيها على طول. استخدمي نوع زبدة او سمنة كويس علشان طبعا طعم البيتيفور بيكون معتمد عليها. اول حاجة كده اخدت الزبدة وقطعتها كده مكعبات علشان طبعا تكون سهلة معايا وانا بضربها. معايا كمان 320 جرام من السكر. طبعا لو عندك ميزان زي ما اتفقنا هنشتغل بالميزان. طيب لو هتعايري بقى بالكوباية، ال 320 جرام هيطلعوا كوبايتين بالشكل ده. الكوباية المعيارية طبعا موجودة عند اغلبنا، ولو مش موجودة عادي هتستخدمي كوباية الشاي العادية. اهم حاجة يكون السكر معاكي منخول كويس ومفيهوش اي تكتلات. ولو انتي طحنة السكر من فترة، حاولي تصفيه او تنخليه قبل ما تستخدميه. بصوا بتكون الكوباية مليانة بالشكل ده، مش بضغط عليها طبعا علشان تديني المعيار او الجرامات المظبوطة. المكون بقى السري اللي بتستخدمه محلات الحلويات هو اللبن البودر. هاخد منه معلقة واحدة بس كده، واضيفها على الزبدة في الاول طبعا علشان كمان طعم الزبدة مع السكر هياخد بقى من طعم الحليب البودر ده. وعايزة اقول لكم الخطوة دي بتفرق جدا في طعم البيتيفور، اوعوا تستغنوا عنها. غير خالص ما بنضيفها على الدقيق. طبعا احنا بقى هنكمل بقية الخطوات على الزبدة، فبالتالي هي بتكون معانا كده من اول خطوة، فطعمها بجد بيتغلغل جدا جوه الزبدة وبتدي طعم حلو جدا. جربوها بجد هتفرق معاكم وبس كتير. كده قلبت بقى السكر مع السمنة علشان لما ربهم مع بعض السكر يعني ما يبهدلش الدنيا حواليا. انا هستخدم العجان نفس الخطوات عادي بالمضرب السلك او المضرب الكهربائي عادي جدا، لكن لو هتستخدمي المضرب السلك هتحتاجي يعني وقت شوية، والمضرب الكهربائي نفس مدة العجان. اهم حاجة كده لازم تربي الزبدة والسمنة مع السكر كويس قوي. كل شوية كده لو بتستخدمي المضرب الكهربائي برضو توقفي العجان او المضرب بتاعك وتنزلي اللي على الجنب بالشكل ده، علشان طبعا كلها يعني تكون قوام واحد وتكون اتربت مع بعض كويس قوي. لازم كده تربي فيها لحد ما يبقى قوامها بالشكل ده. بصوا بتكون شبه الكريم الشانتيه ويكون لونها فاتح بالشكل ده. لو ضغطتي عليها كده هتعمل معاكي منقار بسيط كده، تعرفي كده ان ده القوام المظبوط. طيب في المرحلة دي بقى هبدأ اضيف البيض بتاعي بيضة بيضة. طبعا مش هينفع ننزل بقى بالبيض مرة واحدة، علشان لو عملتوا كده هتلاقوا الخليط فصل عن بعضه والبيض كده هيحبب معاكم وهيبقى مخرط. انا هنزل بقى بالبيضة الاولى كده، وكل ما هلاقي يعني البيضة اختفت هنزل بقى بالبيضة التانية. انا بستخدم لكيلو الدقيق 4 بيضات، مش بستخدم طبعا الصفار لوحده ولا البياض لوحده. انا عايزه اقول لكم ان انا جربت البيتيفور بكل الطرق، يعني لحد ما وصلت ان دي يعني احسن طريقه بجد وانجح واجمل طعم للبيتيفور لما بتستخدمي البيضه. يعني بتكون كاملة، بيكون قوام البيتيفور كده ناعم وفي نفس الوقت فيه سنة قرمشة ومتماسك وبيقعد معاكي فترة أكبر. جربوا بجد الطريقة دي وإن شاء الله هتاخدوا نتيجة حلوة جدا للبيتيفور. وبس كده هتنزلي ببيضة بيضة، وكل ما هتنزلي ببيضة هتلاقي بقى الخليط بقى كريمي معاكي أكتر وكمان حجمه اتضاعف أكتر. لازم تدي الخليط حقه لحد ما قوامه كده يبقى هايش وكريمي بالشكل ده. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات وحط لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير.
مع اخر بيضه بقى هنضيف ازازه من ريحه الموز. عايزه اقول لكم ما تقلقوش خالص، يعني مش هتقلب بقى ريحه كحك وكده، لا خالص، بس بجد بتفرق جدا في الطعم وفي الريحه، وبجد بتخلي البيتي فور ريحته وطعمه في حته تانية خالص. هنزل عليها كمان بكيس من الفانيليا. استخدمي بقى الفانيليا اللي تحبيها، سواء يعني سايله او بودر. انا هستخدم النهارده الكيس ده. طبعا كفايه جدا على الخليط، لان طبعا ضفت معاه ازازه من ريحه الموز او ريحه الكحك. بس بجد الخطوه دي بتفرق جدا في طعم البيتي فور، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا. وبس كده فضلت بقى اضربهم لحد ما قوامهم بقى كريمي اكتر ولونه افتح معايا، وبقى شبه الكريم شانتيه. قوامه كده مظبوط. وفي نفس الوقت كده لازم ندي الخطوه دي حقها جدا، علشان دي اهم خطوه في نجاح البيتي فور معانا. في المرحلة دي بقى هبدأ أحضر الدقيق، وأنا هستخدم دقيق الضحى جميع الاستخدامات. عايزة أقولك استخدمي نوع دقيق كويس، علشان انتي مكلفة الحاجة فتطلع معاكي مظبوطة، وكمان طعمها جميل. ممكن تستخدمي دقيق سايب بشتغل بيه دايما، بس أهم حاجة تجيبي نوع كويس ويكون استخراج 72%، والأفضل لو كان جميع الاستخدامات. لازم طبعا ننخل الدقيق كويس جدا جدا، لأن الخطوة دي بجد بتخلي البيتيفور خفيف أكتر، وكمان هش وطعمه بيكون جميل أكتر. جربوا كده تنخلوا الدقيق مرة واتنين وتلاتة قبل ما تستخدموه، بجد هيفرق معاكم كتير في قوام البيتي فور. في المرحلة دي بقى هاخد من كيلو دقيق معلقتين كبار كده مليانين في طبق صغير، معلقتين بس مش اكتر من معلقتين. طيب انا بعمل الخطوة دي ليه؟ علشان هحط بدلهم معلقتين كبار مليانين برضو من النشا. بيفرقوا جدا وهيخليكم تاكلوا البيتي فور، بجد فارق جدا في الطعم واللون، وكمان بيخلي البيتي فور لونه ذهبي وجميل جدا ومقرمش وقوامه جميل. هو ده بقى سر اللون الذهبي الجميل، حتى لو محتاجتيش ان انت تشغلي الشواية، بجد هيديكي لون حلو جدا. ضيفوا كمان ربع معلقة صغيرة من الملح، علشان بجد بتظبط الطعم جدا، فحاولوا ما تستغنوش عنها خالص، خصوصا في المعجنات والحلويات. هنزل بقى بنص كمية الدقيق، طبعا بعد ما قلبت بقى الدقيق بالملح بالنشا بالحاجات الجميلة دي. اخدت نص الكمية كده في الاول، علشان طبعا ما تهبطش الخليط معايا. في المرحلة دي يدوب بس هلم الخليط. بصوا يا بنات، انا مش بعجن خالص، زي ما قلتلك في فيديو الكحك، نواعم العيد ما ينفعش تتعجن خالص، طبعا لو عجناها هتعضم معانا وهتنشف وهتبوظ الدنيا. طبعا لو بتشتغلي على ايدك، اول يعني ما توقفي ضرب بالمضرب الكهربائي كده، يدوب بطراطيف صوابعك بس، زي ما هتشوفوا كده معايا، يدوب تقليب خفيف بس. عايزه اقول لكم يعني العجينه ما شاء الله اخدت المقادير بالملي. انا حطيت كده الكميه التانية، وبرضو يعني تقليبة خفيفة خالص لحد ما وصلت معايا للقوام ده. كده خلاص بقى دور العجان معايا الحمد لله خلص، ما فيهاش اي حاجة. زي ما قلت لك لو بتشتغلي بايدك هتعملي زي ما انا بعمل كده. بصوا بطراطيف صوابعنا خالص، ما ينفعش نعجن خالص. طبعا العجينة طرية جدا وسهلة وبسيطة، وبيكون فيها سنة تلزيق خفيفة جدا، كده تعرفي بقى ان البيتي فور معاكي هيطلع ناجح وجميل جدا. بصوا طرية جدا جدا، ولكن ما بتلزقش بالشكل ده. طيب لو لقيتيها بقى بتلزق معاكي كده زيادة، هتضيفي معلقة من الدقيق وممكن المعلقتين، بس ما تكتريش عن كده. عايزة اقول لكم عجينة البيتي فور يا بنات لازم تكون بتلزق في ايدك، علشان تطلع البيتي فورة معاكي خفيفة وجميلة جدا. قسمت بقى الخليط بتاعي كده، علشان هعمل شوية بالشوكولاتة وشوية بالفانيليا. ضفت عليهم بقى كده معلقتين كبار من الكاكاو الخام، واستخدمي نوع كويس بقى علشان يديكي طعم جميل. يدوب برضو بأطراف صوابع ايدي كده. هلم بقى الخليط مع الشوكولاتة بالشكل ده. طبعا علشان العجينة طرية جدا جدا وجميلة، محتاجتش اضيف سوائل. انتي بقى لو حسيتي ان هي نشفت معاكي شوية، عادي جدا ممكن تضيفي معلقة من السمنة او معلقة من الزبدة، وهتلاقي قوامها معاكي جميل جدا. نيجي بقى لتشكيل البيتي فور. انا هستخدم وش الازازة ده، وطبعا الازازة المعدنية الصغيرة دي موجودة عند معظمنا في البيت. الطريقة دي بجد يا بنات سحر، مفيش اسهل من كده تشكيل، خصوصا بقى البنات اللي مش بتعرف تشتغل بالقمع، وكمان يعني مش بتعرف تظبط المكنة. هتجيبي بقى الازازة المعدنية الصغيرة، وهتقصي بقى كده الحرف بتاعها بالشكل ده، هتتقص معاكي بمنتهى السهولة بدون اي مجهود. انا هستخدم معاها الشكل ده من القمح، ومعايا كمان شكل تاني برضو، اللي يعني الرسمتين دول بيدوني شكل حلو جدا في البيتي فور، ونقشة بسيطة كده وجميلة. طبعا اختاري الشكل اللي بتحبيه للقمع بتاعك، اهم حاجة كده تكون يعني السنون بتاعته تكون ضيقة، بحيث يديكي رسمة كده بسيطة وسهلة، وفي نفس الوقت ما تفرش جوه الفرن والرسمة تضيع.
بكل سهولة بقى طبعا هتحطيه كده وهتضغطي بقى في العجينة. طبعا انا كنت شغالة كده ومعايا يعني صواني جوه الفرن. اهم حاجة كده ان انا قبل ما بشتغل بختبر العجينة بتاعتي كويس جدا. بجرب كده في صينية وبدخلها جوه الفرن وبشوف بقى على اساسه بكمل. وزي ما قلت لكم لو حسيت ان العجينة طرية معايا او بتلزق زيادة عن اللزوم بضيف معلقة او معلقتين من دي. ولكن ما شاء الله يعني الحمد لله المقادير معايا النهاردة مظبوطة بالملي. زي ما انتم شايفين طريقة التشكيل بسيطة وسهلة جدا. بتاخدي كده حتة من العجينة وتحطيها بقى في وش الإزازة بتاعتك كده، وبكل سهولة بتضغطي كده بصباع ايديك. طبعا يعني التشكيل ده بقى زي ما انت شايفة يعني العجينة طرية وبتنزل معايا بكل سهولة. عايزة اقولك يعني الصواني كمان مش مدهونة اي حاجة. اهم حاجة كده بس تكون نظيفة وناشفة معاكي كويس جدا، ما يكونش فيها اي نقطة مية. هنا كمان شكلت برضو شوية كده بالشوكولاتة علشان طبعا يعني لازم ننوع بقى ويدينا كده شكل جميل. بس في بقى ملحوظة مهمة جدا في الشكل بتاع الشوكولاتة. وانتي بتحطيها كده حطي معاها كده قطعة بيضة في النص علشان طبعا تعرفي التسوية المظبوطة بتاعتكم. عايزة اقول لكم يعني العجينة دي كمان تنفع للمكنة لو حابة تشتغلي بالمكنة، وكمان تنفع للكيس الحلواني. يعني لو عايزينها للمكنة وحسيتوا ان هي طرية زيادة زودوا بس معلقتين دقيق وهتشتغل في المكنة عادي بكل سهولة. ما شاء الله عملت اشكال كتير وكلهم يعني ما شاء الله بيتشكلوا معايا بمنتهى السهولة والسرعة والبساطة. شكلت برضو صينية تانية كده على شكل صوابع البسكوت بالشكل ده. الشكل ده برضو بيكون حلو جدا في التزيين. يعني بقى القمع في ايدك واعملي الاشكال اللي بتحبيها، وزي ما شفتوا كده العجينة بتنزل بمنتهى السهولة. طيب لو هنشتغل بقى بالكيس الحلواني علشان الناس اللي بتحب تشتغل بيه، علشان بقى تسهلي على نفسك حطي خليط كده من الشوكولاتة في كيس، والخليط التاني حطيه برضو في كيس اللي هو الفانيليا. وهاتي برضو التيب بتاعك اللي بتشتغلي بيه. عايزه اوريكم بقى هنا شكل التيب واضح جدا عن اللقطه اللي فاتت. دول الشكلين اللي بحب دايما اشتغل بيهم. وهاتي بقى الاكياس العاديه اللي هي استخدام مره واحده، وفي نفس الوقت كده حطي الكيس جوه الكيس الحلواني. طبعا الخطوه دي بتخلي العجينه كده تتزحلق بكل سهوله، غير خالص ما كنت حطيتها في الكيس القماش كانت بصراحه هتغلبني وهي بتنزل. وبرضو حطيت البني كده في اللون الابيض. لازم كده نحط برضو لما نشكل قطعة كده يعني بني مع قطعة ابيض علشان نعرف التسوية المظبوطة. طيب البيتي فور بقى السبب اللي بيخليه يفرش في الفرن هو انك بتكبري في حجم الرسمه. خلي بالك حاولي كده تخلي البيتي فوره بتاعتك كده رسمتها صغيره، وما ينفعش خالص تحطي فيها بيكنج باودر. طبعا هي لسه هتزيد حاجه بسيطه جدا. هتشوفوا دلوقتي معايا الرسمه والنقشه هتطلع زي ما هي وشكلها مش هيتغير خالص. طبعا انا ما ضفتش يا بنات يعني بيكنج باودر، لان طبعا هو ما ينفعش خالص مع ال اللهم صل على سيدنا محمد مع البيتي فور. احنا بنعتمد على خفق المكونات كويس جدا اللي هي البيض مع الزبدة مع الدقيق. طبعا كل ما خفقتي كويس الخطوة دي واديتيها حقها كل ما كان البيتي فور معاكي كده هيطلع هش وخفيف. حاجة كمان مهمة ان البيتي فور بيفرش، انك بتخليه على درجة حرارة عالية. هقول لكم دلوقتي طبعا على التسوية المظبوطة جدا اللي هتطلع معاكي بيتي فور ناجح جدا من اول مرة حتى لو هتعمليه فيها ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك الكيلو عمل معايا صواني كتير جدا. طبعا ما سبتهمش جنب مني لا خالص. انا بدأت كده من اول صينية اشكل فيها سخنت الفرن على درجة حرارة عالية جدا. خلوا بالكم من الخطوة دي لانها مهمة جدا في التسوية. انا بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة عالية جدا من اول ما ببدأ تشكيل في البيتي فور بتاعي. بعد كده هديت الفرن على درجة حرارة 160. وطبعا الصاج اللي كان بيخلص كنت بدخله على طول علشان طبعا ما يطردش السمنة مني او الزبدة، خصوصا بقى ان الجو بقى حر اليومين دول. يعني ممكن تشغلي المروحه كده جنب منك وانت بتشتغلي. دي بقى التسويه المظبوطه اللي بجد هتطلع معاكي البيتي فور ناجح جدا واستحاله يفرش منك جوه الفرن. عايزه اقول لكم والله يا بنات دي خبره سنين في عمل البيتي فور. شغلت النار كده من تحت وحطيت الصاج بقى في الرف اللي في النص، وبتحسبي بقى للبيتي فور في الوقت ده من 17 ل 20 دقيقه. اول ما يبان كده انه احمر معاكي من الجوانب بتطفي بقى من تحت وبتشغلي الشوايه على الهادي جدا. وطبعا بتتابعيه بقى في الوقت ده هي يدوب 5 دقايق بيكون الوش كله اتحمر كده واخد اللون الذهبي الجميل ده. طبعا برضو كل شويه بتلفي الصاج بتاعك على كل الاتجاهات علشان طبعا كل البيتي فور ياخد لون واحد. خلي بالك علشان برضو البيتي فور ما ينفعش يعني وشه يبقى غامق. ما شاء الله لونه جميل جدا وعايزه اقولك برضو ما تغيبوش قوي في الفرن وما تطلعوش لونه ابيض، لان لو لونه ابيض هيطرى معاكي بسرعه، وفي نفس الوقت لو غمقتيه قوي ينشف معاكي. يعني ما تغيبوش في الفرن، هو يدوب الوقت المظبوط بتاعه من 15 ل 20 دقيقه، مش اكتر ولا اقل من كده.
لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو صلي على النبي في التعليقات وحط لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. شكلت شوية كمان بالرسمة دي، وانا بحب شكل الوردة جدا في البيتي فور. بالنسبة لي بتديني شكل لذيذ ومناسب جدا كده في التقديم، وبجد بيكون شكلها لذيذ وحلو قوي. خصوصا بقى لو زينتيها باللولي بقى بتاع الغريبة اللي بيبقى لونه فضي بقى او ذهبي، المتوافر عندك هيديكي شكل حلو جدا. خصوصا بقى لو مش هتزينيه بشوكولاتة، هتكتفي بقى بيه كده وهيديك شكل حلو جدا في التقديم. ما شاء الله شكله حلو جدا جدا. تقريبا كده كملت بقى بقية العجينة بالرسمة الجميلة دي. ما شاء الله كمان العجينة عملت معايا كمية حلوة قوي. يعني تقريبا كده كيلو البيتي فور عمل معايا 2 كيلو، اللهم بارك. يعني ايا كانت تكلفة بسيطة واحسن وانضف مليون مرة من الجاهز. عايزة اقول لكم بجد لو مشيتوا على الخطوات وعملتوا بقى البيتي فور بنفس الطريقة ونفس الخطوات كده والتريكات اللي عملناها مع بعض، ان شاء الله هتاخدوا نتيجة حلوة جدا جدا، واستحالة بقى تشتروه من بره تاني. بعد ما سبته بقى يبرد ويهدى خالص، يعني تقريبا كده عدى عليه 3 ساعات، جبت بقى شوكولاتة سما بني وكمان شوكولاتة بيضة. يعني سما من الحاجات الحلوة جدا، وكمان سعرها وطعمها بيكونوا حلوين جدا. سعرها طبعا معقول مقارنة بقى بالأسعار التانية. طيب بالنسبة بقى للشوكولاتة، في ناس كتير طبعا مش بيعرفوا يسيحوها على بخار ماء. انا هقولك على طريقة بجد سهلة وبسيطة جدا. حطي بقى الشوكولاتة بتاعتك كده في كيس، سواء بقى البني او البيضة. وفي كل كيس كده حطي معلقة صغيرة بس من الزيت، معلقة واحدة بس مش اكتر، علشان معلقة الزيت دي اللي هتخلي بقى البيتي فور بتاعك كده في يعني يلمع، وكمان يكون شكله حلو جدا في التقديم. اربطي بقى الكيس بتاعك كويس قوي. وفي الوقت ده بقى بتكوني مسخنة مية، بس مش مغلية، مية سخنة بس يا بنات. يعني مجرد ما تسخن خالص كده، اطفي عليها وحطي بقى الأكياس بتاعتك دي كده في المية. ويعني بصوا هتلاقيها تسيح على طول وتفك معاكي بدون أي مجهود. طبعا مش بتاخد وقت خالص، يا دوب دقيقة أو 2 هتلاقيها فكت معاكي كده وبقت سايحة خالص. الطريقة دي بجد سهلة جدا وهتريحكم كتير، خصوصا بقى لو بتسيحوا شوكولاتة كتير وبتزينوا بيها حلويات. في ناس كتير طبعا يعني بتحاول تعملها على حمام مائي ولكن بتفشل منها. لا الطريقة دي بجد حلوة ومش بتاخد وقت، اللهم بارك. يعني مفيش، يعني يا دوب دقيقتين 3 زي ما انتم شايفين كده كانت فكت معايا. عايزة اقول لكم يعني كمان قوامها حلو جدا، ولمعتها اللهم بارك. يعني زي ما انتم شايفين كده يعني الشوكولاتة بتتكلم عن نفسها. الطريقة دي بجد سهلة وهتعجبكم جدا وهتدعولي عليها. انا بقى هشكل شوية من البيتي فور والباقي طبعا هسيبه زي ما هو. بدأت بقى أقلب كل واحدة كده على الناحية التانية علشان طبعا أسهل على نفسي وأنا بحط الشوكولاتة. طبعا يعني التزيين ده بقى على حسب رغبتك، يعني ممكن تلزقي بالمربى، ممكن بالشوكولاتة. ولكن لو هتعملي بالمربى يعني حاولي كده تخلي التقديم أو التزيين بتاعها قبلها بيوم. المربى صحيح طعمها حلو قوي ولكن عمرها بيكون قصير، يعني بكتيرها يوم مثلا او يومين بالكتير وبتلاقي البيتي فور بقى يطرى معاكي. لكن البيتي فور بصراحة الملزوق بالشوكولاتة بيقعد في التلاجة مدة طويلة جدا. اهم حاجة كده يتحط في علبة مقفولة كويس، وبتسيبيه بقى براحته خالص. اخدت بقى كل 2 كده ولزقتهم مع بعض وغطستهم بقى في الشوكولاتة بالشكل ده. والتزيين ده بقى باللي موجود عندك. انا جبت كده سوداني محمص ومجروش كنت طحناه في الكبة، وجبت شوية جوزة الهند برضو ناعمة جدا، وكمان فارماسيل بالشكل ده. طبعا التزيين ده بقى ليه افكار كتير واشكال كتير، على حسب بقى رغبتك وعلى حسب ذوقك شكلي بقى بالشكل اللي بتحبيه. انا بدات اغطس كده البيتي فور في الشوكولاته البيضاء، وهو طري بقى كنت برش عليه على طول السوداني او جوزة الهند علشان طبعا تلزق وتنشف معاه بسرعه. انا بحب شكل السوداني بصراحه اكتر من الفرماسيلي بكتير، ولكن برضو عملت شويه بالفرماسيل علشان ولادي بيحبوه. بطحن شويه سوداني كده وبنعمهم في الكبه وبرشهم على الوش. يعني ده بيكون شكله جميل جدا وقريب من الجاهز. وعايزه اقول لكم والله طعمه وريحته احلى مليون مره من الجاهز. استحاله يكون البيتي فور الجاهز معمول بنفس النظافه وبنفس الخامات الجميله اللي عملناها مع بعض في البيت. ما شاء الله شكله حلو جدا واخد لمعه قمر قوي. اللهم بارك، بجد ينافس اكبر المحلات. عمل كميه كمان حلوه جدا جدا. بتمنى بجد كلكم تجربوه، ان شاء الله هتاكلوا احلى بيتي فور. اهم حاجه البيتي فور اللي هتزينوه حطوه بقى في علبه محكمه الغلق، ودخلوه التلاجة على طول. طبعا علشان الجو بقى حر فالشوكولاته ما تسحش من عليه. انا طبعا هزين كميه والكميه التانية هسيبها زي ما هي علشان انا بحب طعم البيتي فور من غير تزيين. بتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها. مستنيه رايكم في التعليقات. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه علشان توصلكم كل فيديوهاتي وتشوفوني على طول. كل سنه وانتم طيبين، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.